رسمت الجماهير الجزائرية والمغربية صورا رائعة خلال مقابلات كأس العرب بالدوحة في قطر. جماهير جزائرية تساند الجماهير المغربية في المقابلات التي أجراها الفريق المغربي خلال هذه الكأس. الجماهير المغربية كانت تساند أيضا المقابلات أو تساند أيضا الجماهير الجزائرية في المقابلات التي خاضتها الجزائر في هذه الدورة. وبعد إقصاء الفريق الجزائري في الربع النهائي، وعد الجزائريون بمساندة الجماهير المغربية في المقابلات المتبقية. وحين فاز المغرب بكأس العرب بالدوحة، احتفل الجزائريون داخل الجزائر وعبر أقطار العالم، وأظهروا ذلك عبر فيديوهات فعلا شدت انتباه الكثير من المراقبين. لماذا؟ لأن هذه الصور الأخوية، هذه صور الوحدة التي رسمتها هذه الجماهير، تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية المغربية على المستوى الرسمي تشهد أزمة حادة. ما هي الرسالة وما هي العبرة من هذه المشاهد؟ سابقا كنت ضيفا عبر الهاتف من فرنسا. نتحدث عن هذه المشاهد الرائعة التي رسمتها الجماهير الجزائرية والمغربية في الدوحة وفي المغرب وفي الجزائر خلال هذه الدورة كأس العرب 2025. نشاهد هذه المشاهد أو هذه المقاطع. أستاذ بوطالب شبوب، ما الذي تعنيه هذه الصور؟ ما الذي تعنيه هذه الهتافات؟ وكما قال كثير من الصحفيين يعني العرب الذين كتبوا أنه هذه المشاهد لفتت الانتباه لأنها تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات على المستوى الرسمي توتر غير مسبوق. عاملين أو ثلاثة قادا إلى مثل هذه الصور. نعم. العامل الأول هو التشجيع والتعاطف الطبيعي بين جميع شعوب منطقتنا، يعني شعوب منطقتنا في شمال إفريقيا دائما ما تجد التعاطف بينهم واضحا، خاصة فيما يتعلق بالمناسبات الرياضية. وكان الأمر أكثر في هذه المرة، كان أكثر دلالة، لأنه على هامش الكأس العربية ثار نقاش ودي في الحقيقة حول كرة القدم بين يعني منتخبات شمال إفريقيا ومنتخبات آسيا، أو ما سمي بين عرب آسيا وعرب إفريقيا، فاكتسب التنافس الرياضي طعما أكثر تنافسية وأكثر حرارة. ووجدنا جميع منتخبات شمال افريقيا تشجع بعضها، تشجع مصر، تشجع تونس، تشجع الجزائر، تشجع المغرب، في مقابل تشجيع ما اصطلح على تسميته بكرة القدم العربية الآسيوية لبعضهم. طيب، في أجواء الخلاف هل كانت تتأثر هذه المشاعر؟ عادة لا تتأثر هذه المشاعر. احنا شفنا في تصفيات كأس العالم 2010 وتصفية كأس العالم 2014 وكأس العالم 2022 كيف كان التعاطف طبيعيا ومنطقيا بين شعبين الجزائري والمغربي. وأظن لمن يتابع كرة القدم كان هذا الأمر ليس خارجا عن تاريخ العلاقة بين الأنصار التي لم تشهد توترات كبيرة إلا في لحظات هامشية. أما التاريخ في حد ذاته بين الأنصار فكان على الأغلب تاريخا تعاطفيا جميلا فيه التود وفيه الرحمة. ما رأيك أستاذ رفيق أبو هلال؟ أريد أن أهنئ أشقائي إخواني وأخواتي المغاربة على هذا الفوز الجميل. شباب لما يتحدث سليم. نعم. وعرس كروي من مستوى عالي.
وهذه الصور يعني للأخوية بين الشعب المغربي والشعب الجزائري تعتبر صفعة للنظام الحكم الجزائري لتبون وشنقريحة وكل المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي الذين يزرعون الفتنة بين الشعوب ويزرعون الكراهية بين الإخوة الجزائريين والمغربيين، على أن الشعب الجزائري ناضج ويحب أخيه المغربي ويسانده في السراء والضراء. هنا كان في عرس كروي وأنا واحد منهم أيضا، كنت أشجع الفريق المغربي، وهذا ما يثبت أن بعيدا عن السياسات لا يستطيع أي سياسي لا من بعيد ولا من قريب التفريق بين الإخوة الذي يجمعهم دين واحد، الذي يجمعهم تقاليد وثقافة واحدة ولغة واحدة وديانة واحدة وتاريخ ومستقبل أيضا واحد، وهو الأخوة والمودة. ورأينا صور صنعها الشعب المشجعين الجزائريين والمغاربة، صور رائعة وصور تبقى للتاريخ، على أن مهما كان المشاكل السياسية بين الدولتين يبقى الشعب الجزائري والشعب المغربي إخوة. ورأينا صور رائعة أيضا على مستوى الحدود الجزائرية المغربية التي كانت صراحة الشيء الوحيد الذي كان ينقص في هذه الصور هو فتح الحدود، ويستطيع الإخوة المغاربة والإخوة الجزائريين يعني العبور في وسط الحدود وتقاسم الفرحة، لأنه عندما يفوز الفريق المغربي هو مثل ما أنه فاز الفريق الجزائري، وفرحة الشعب المغربي يتقاسمها الشعب الجزائري. وأشكر أيضا يعني اللاعبين المغاربة على فوزهم الجدير، لأنهم أعطونا الفرصة أن يعني نشاركهم في هذه الفرحة، وأننا يعني وكأننا احنا اللي فزنا بهذا الكأس. وأشكر كل الإخوة الجزائريين والمغاربة الذين قدموا هذه الصور الأخوية الجميلة. المدرجات رقم 5 يعطينا هذا وحدة العبرة، لأنه الاحتفالات كانت على الحدود بين الجزائر والمغرب. هذا المشهد كتب فيه الكثير طبعا. نشاهد. جزائري كنت بتشجع مين؟ اكيد المغرب. من قلبك؟ اكيد. ليه بتشجع المغرب؟ احنا خاوة ديما مغرب. ديما مغرب. جزائري وبيشجع المغرب تقول له احنا خوت الحمد لله، احنا اخوه دم واحد ماكله وحده اسلام جيران، احنا خوت الحمد لله. تتفنى الدنيا غنبقاو حنا والجزائر بحالها وبحال. فين النهارده؟ لا شجعت المغرب باسكو خوتنا المغرب وحنا خاوة ما فينا عداوه يا خويا. تمنيتهم يفوزوا من قلبك؟ نعم تمنيت له من قلبي، ولو ما تمنيتش من قلبي انا ما بحضر هون. يا حبيبي مبروك عليك. شكرا يا حبيبي. بعرف الجزائر وبتشجع المغرب ليه؟ انا بشجع المغرب لانه معتبرها انا كمواطن جزائري، وقال لك الناس بكري عندنا واش قالوا؟ قال لك الجار قبل الدار. في بلدنا وديما مغرب. مشاهدينا الاعزاء، وهناك منطرح الكثير من الاسئله خاصه من الاخوه اللي في المشرق، لانه الصوره التي كان يسوقها الإعلام الرسمي أو الرسميون تعطي صورة قبيحة جدا عن المنطقة وعن العلاقة بين البلدين، هذا على المستوى الإعلامي والرسمي. فاكتشف هؤلاء مشهد آخر، ولذلك كانوا يصرون في طرح الأسئلة، وهذا الموضوع نحن نطرحه في هذه الحلقة لأنه غاية في الأهمية.
لما تلقى يعني صحفي من المشرق أو صحفي حتى أجنبي يستغرب من وجود جزائري يناصر الفريق المغربي، ويستغرب من وجود مناصر مغربي يشجع الفريق الجزائري، فيؤكد على السؤال: هل هذا الكلام من قلبك بالفعل؟ هل أنت متأكد جزائري وجئت لتناصر الفريق المغربي وأنت مغربي وجئت تناصر الفريق الجزائري؟ لماذا هذا السؤال؟ لأن طارح السؤال عنده خلفية أخرى رسمتها أقلية تتحكم في مصير الشعوب. ما رأيك في هذه الصور أستاذ أبو طالب؟ المعنى السياسي منها صور في الحدود، يعني أنه جزائريين ومغاربة يعني شوف يخرجوا من المدن ويروحوا لمنطقة الحدود ويخلقوا هذه الصورة الرائعة، ثم جزائريون في المغرب ومغاربة في المغرب يعطون إجابات للصحفيين خلاتهم يستغربون. أولا من ناحية رمزية المكان، نفس المكان قد شهد احتفالية جزائرية مغربية في سنة 2009 بمناسبة التأهل لكأس العالم 2010. منطقة الحدود هذه. نعم. وشهد احتفالية أخرى عندما فازت الجزائر بكأس أفريقيا 2019. وشهد هذه المرة الاحتفالية بفوز المنتخب المغربي بكأس العرب. وبالتالي هذا الاحتفال ليس غريبا عن تاريخ العلاقة بين الأنصار. اثنين، يجب أن نستوعب نقطة محددة أخويا سليم. أنصار الملاعب دائما ما كانوا في خصومة مع السياسة الرسمية. المكان الوحيد الذي كان ينتقد فيه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بخروج كامل عن النص، وأنت تعلم جيدا، هو ملعب 5 جويلية وباقي الملاعب الوطنية. وكان ينتقد بحضوره، يعني كان عندما يذهب إلى الملعب يسمع ما لا يرضيه، وقد حصل هذا مع بوتفليقة، وحصل هذا مع زروال، وحصل هذا مع يحيى شخصيا في النهائي اللي فاز به شبيبة القبائل. وبالتالي دائما ما كان الأنصار الملاعب جملة اعتراضية على السياسة الرسمية، لا يؤمنون بكل ما تسوقه السياسة الرسمية. ليس معنى ذلك أنهم أشخاص غير وطنيون، بل معنى ذلك أنهم يفرقون بين ما هو ظرفي وعابر وبين ما هو حقيقي. يعني العلاقات بين الدولتين فيها خصومة. العلاقات بين الشعبين هي مودة. لماذا؟ لأنه ما بين الشعبين اللي هو الأخوة سيبقى. أما الخصام السياسي فله أسبابه وله يعني الأماكن أو المناطق التي يمارس فيها. لأنه إذا تحدثنا بكل شفافية، هل النظامان في المغرب والجزائر على وفاق؟ ما همش على وفاق. هل هم متخاصمين؟ هل هم يضربوا في بعضهم دبلوماسيا واقتصاديا وسياسيا؟ نعم، في كل مكان. ولكن ما يجب أن يتذكر دائما أن الإطار الذي تمارس فيه هذه الخصومة، اللي هي خصومة بالمناسبة يمكن فهمها في إطار التنافس الإقليمي. نعم. على المركزية في هذا الإقليم. يعني عندنا دولتين كبار في منطقة جغرافية، كل واحد فيهم يريد أن يتفوق سياسيا واقتصاديا، فالتنافس هذا مفهوم، وحتى بعض الخصومة مفهوم. لكن الناس العقلاء فاهمين أن هذا التنافس وهذا الخصومة عندها الإطار الذي تمارس فيه بين السياسيين، بينما العلاقات مع الشعبين الذين هما غير مرتبطين بالسياسة العليا للدولة، من الطبيعي أن تبقى بشكل عادي، ومن الطبيعي أن يفرحا مع بعض. ما ليس طبيعيا هو أن نشوف العكس. أما مدام الجزائري والتونسي والمغربي والمصري هذه الأخوة هذه كلها تجمعهم، فهذا هو الوضع الطبيعي في بالي، وهذا ما يجب أن يشجع عليه. نعم. المغزى المكان أستاذ رفيق بوهلال، الحدود والكلام اللي سمعته من المشجعين المغاربة والجزائريين، أي رسالة للمسؤولين؟ هي رسالة قوية، ألا وهي افتحوا الحدود يا تبون يا شنقريحة يا جنرالات العار الذين حطمتم بالبلاد والعباد. يجب عليكم أن تفتحوا الحدود ويكون مع المغرب
علاقات أخوية، علاقات يعني عادية، وتعود الأشياء إلى مسارها العادي. لكن هذه النقطة نحب نعطيك فقط يعني نعطيك رأي وجهة نظر الأخرى، يعني على الأقل يعني الطرف الجزائري يقول فتح الحدود يكون بشروط أنه تفكك الإشكاليات بين الجزائر والمغرب على المستوى الرسمي، لأن هناك مشكلات ما مطروحة، وبالتالي قضية المسؤولية ربما قد يتقاسم على المستوى الرسمي النظامان هذه المسؤولية، ليس كذلك؟ أو هل لديك قراءة أخرى؟ تقاسم المشاكل أو الحلول. ماذا يكون؟ ما هو طلب الجزائر؟ هو مشكل الصحراء الغربية، ومشكل الصحراء الغربية على مستوى هيئة الأمم المتحدة تم إدراج القانون الذي طرحته الأمريكيين، وتم المصادقة عليه ب14 صوت مقابل 0. بصراحة هناك الطرف الجزائري وعن طريق المسؤولين سماه ليس هذه القضية فقط، يعني هناك إشكاليات أخرى مرتبطة بالتطبيع، مرتبطة بمشاكل أمنية على الحدود، ومشاكل أخرى مرتبطة أيضا بالمخدرات. ويعني على المستوى الرسمي هناك تسميات يعني في الجزائر. إلى أي مدى أن هذه المشاكل هي حقيقة ستعيق فتح الحدود من الطرف الجزائري؟ نعم، هناك مشاكل سوف تعيق فتح الحدود، لكن عندما يعني نبحث في العمق، مشكل التطبيع على المستوى الجزائري بالنسبة للمغرب مع إسرائيل. الحكومة الجزائرية هي التي تسببت في هذا التطبيع، لأنه في 2019 كانت ميزانية الجيش حوالي 6 أو 7 ملايير. بعد ذلك تم رفعها، وتهديدات بطريقة مباشرة على الجار المغربي، مما جعل المغرب محاولة حماية حدوده، والذي أدى إلى هذا التطبيع. بالنسبة للمخدرات، هذا مخدرات نعم، هو مشكل يمس كل البلدان، حتى فرنسا أين أصبح مشكل كبير، ورأينا عندها 24 ساعة تنقل رئيس الجمهورية الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة مارسيليا لإطلاق عدة قوانين جدد في إطار محاربة